السلام عليكم اعزائي المشاهدين. طبعا اتخضيتوا. معكم اخوكم محمد المحلاوي صاحب شركه المشير الاستثمار الزراعي في الفرافره. في ناس كانت بتسالني يا محمد ينفع القصب في الفرافره؟ قلت لهم ينفع. انا كان في مهندس اسمه ساهر بيتكلم على زراعه القصب في التنقيط في الفرافره. هنا انا كنت في ارض سهل بركه، الاخ اللي بيصورني دلوقتي الاستاذ كريم كان معايا في ارض سهل بركه وخدوا 200 فدان الله يرزقهم. المهم دلوقتي واحنا راجعين رايح اصور على اساس ان ده بونكام. في حد صديق قال لي يا محمد شوف زراعه البونكام عندك، قلت له في بونكام بس بعدي ما بلاقيش حد. فانا رحت عنده لقيته قصب اهو على تنقيط في الفرافره اهو، بغطس جوه اهو 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 اهو. يبقى ديت حاجه حصري لقناه المحلاوي ميديا او محمد المحلاوي. انا غيرتها على اسمي ما خليتهاش المحلاوي ميديا. يبقى ده حصري لقناه محمد المحلاوي، اول ارض تتزرع قصب في الفرافره جابتها قناه محمد المحلاوي اهي. الله يبارك لصاحبه ويرزقه. واحنا عايزين ناخد بس لا يجوز ناخد الا لو كنا يعني لو انت في صحراء وهلكت وهتموت تاكل بس ما تاخدش حاجه تروحها، واحنا لسه واكلين وشبعانين ومعانا اكل في العربيه. خلاص شايفين القصب طبعا دي كانت حته قد كده عملت كوديا، والكوديا دي ان شاء الله هتعمل كوديا وعاليه اهو. بص كده صور كده يا استاذ كريم. تمام اهو. تعالوا بقى النقطات اهي شغاله اهي. يبقى الناس صحابهم مين؟ تعالى كده النقاط شغاله اهو. النقاط شغاله اهو. تمام. ميه اهي ميه اهي. يبقى القصب ده بيشرب تنقيط. يبقى ينفع يا محمد يا محلاوي القصب في الفرافره تنقيط؟ ينفع. ما هو اهو زي الفل اهو. هو ده في المنيا قصب كده؟ يا بتوع المنيا تعالوا، يا بتوع اسيوط، يا بتوع القصب، يا بتوع كل اللي بيزرع قصب يجي جري في سهل بركه، كل اللي بيزرع سودان يجي جري، كل اللي بيزرع بطاطس يجي جري. الارض الرمله بتزرع كل حاجه يا جماعه اهي. قصب اهو بسم الله ما شاء الله. بغطس اهو 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 اهو. بيفكرني بفيلم الجزيره لما احمد السقا طلع شايل ابنه وعمال ياكل قصب. خلاص هات اما في حد ممكن يقول ده قاصص دي وجايبها من اي حته. بصوا الرمله اهو، بصوا انا هجيب لكم الصحراء كلها. طب بصوا الارض اللي جنبه زرع اشجار بولونيا اسمها ايه اللي هي للخشب دي، مش عارف بيسموه ايه كده، مهوجني. وده طبعا اللي جنبه ليمون اهو. طبعا اللي عربيتها على الاسفلت اهي. تمام. يبقى احنا قريبين من الاسفلت. يبقى احنا بنقول ينفع القصب فين؟ في الفرافره. ينفع القصب على ارض تنقيط. يبقى ادي ارض رمليه في الصحراء وزرع تنقيط. يبقى ديت امتياز. اي واحد عايز يزرع اي حاجه يجي الارض باللي يصرف عليه. خلاص مفيش حاجه اسمها بقى انا عايز ميه كتير لازم اسقيه غمر. ما هو على تنقيط وزي الفل اهو. نسبه الخضار 100%، مفيش مشكله من اي حاجه. ازاي بقى ان هو يعني القصب يشرب غمر؟ القصب يا جماعه شارب تنقيط اهو.